عايز ادي ابني اوميجا 3 بس دايما طعمه وحش وريحته وحشه. سؤال مشهور جدا، بس عايزين نقول انه طبعا الاوميجا 3 والدي اتش اي والاي بي اي، الحاجات اللي بتبقى موجوده في الاوميجا 3، فيتامين د والزنك، كل ده بيبقى موجود في الاوميجا 3. بيبقى طبعا ليه ريحه وطعم وحش، لكن في بعض المنتجات بتبقى موجوده على هيئه جامي او زي البونبونايه، فبالتالي اللون والطعم والريحه وكل المشاكل اللي الام دايما بتخاف تدي او مش قادره تدي ابنها الاوميجا 3 بتتحل حسب سن الطفل وحسب حالته وحسب الجرعه اللي بيحددها الطبيب. قله النوم والطفل ماسك الموبايل طول اليوم ومش بينام كويس. عايزين نقول ان الشاشات ممنوعه قبل سن سنتين. عايزين نقول انه الشاشات بعد سن سنتين بتاخد بفترة صغيرة جدا في اليوم لا تتعدى الساعة ثم تزداد تدريجيا. ما بيفضلش دايما استخدام الشاشات فترة بالليل، لان دي ممكن تدي إيحاء للطفل انه يسهر. فكرة ان انا ادي الاوميجا 3 في الحالات زي كده بتظبط السايكل او بتظبط الدورة بتاعة النوم، فبالتالي من المستحب ان الطفل اللي عايزين نظبط مواعيد نومه يبعد عن الشاشات بشكل كبير وياخد الاوميجا 3 بشكل منتظم. مصادر الاوميجا 3 موجودة طبعا في الاسماك الغنية، الاسماك الدسمة بالذات، وطبعا زي في بعض المكسرات، وبرضه ممكن نلاقيها في البروتينات، لكن هي نسبتها بتبقى وجود الاوميجا 3 بنسبة عالية في الاسماك الدهنية زي السلمون، زي التعابين، الحاجات اللي زي كده، الماكريل، الحاجات دي بيبقى فيها نسبة اوميجا 3 كبيرة. والاوميجا 3 مهمة جدا للنمو العقلي للطفل، مهمة جدا للنمو النفسي للطفل، مهمة جدا لأنه الطفل يقلل الفرط الحركة عنده، بيزود تركيز الطفل، بيبقى معاها فيتامين د ومغنيسيوم وزنك. الحاجات دي كلها، مجموعة الحاجات دي كلها على بعض بتبدأ تخلي الطفل عنده مقاومة للأمراض، يزود تركيز الطفل. من الحاجات المهمة اللي لازم ناخدها يوميا هو الأوميجا 3، يدينا الاحتياجات اليومية من الأوميجا 3، وده بيقلل أعراض النسيان عند الطفل، وبيزود النمو المجتمعي عنده، وبيزود المناعة بتاعته لمقاومة الأمراض المنتشرة في جميع الفصول.